السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة الأستاذ عزابي للتربية والتكوين. إن شاء الله درس جديد غيكون في الرياضيات كذلك، لأن بزاف الإخوان والأخوات كيعانيو من هذا الضعف ديال الرياضيات نظرا للتكوين يعني الجامعي ديالهم، لأنه شحال ما خدموش الرياضيات. وحتى الدرس هذا يعني من نقدر نقولوا من الكوليج ولا من الليسي بالنسبه لهذا السيونتيفيك ما شافوه. اما بالنسبه للادبي راه من الكوليج ما شاف هذا الدرس هذا اللي هو الدرس ديال المعادلات ان شاء الله. دونك غنهضروا على المعادلات. دونك نشوفوا كمثال. دونك ملي كنهضروا على المعادلات كنهضروا على واحد لانكوني، واحد المجهول اللي كيتسمى لنا اكس. يعني كنوليو نهضروا على اكس. شنو هو اكس؟ هو واحد العدد اللي مجهول ما كنعرفوش في الاول، ولكن في اخر العمليه ديال المعادله الانجاز ديالها كنلقاوه كيولي عندي معروف. دونك ناخذ مثلا معادله 5 اكس زائد 4 كتساوي ليا مثلا، ناخذها ابسط وحده صفر. 5 اكس زائد 4 تساوي صفر. دونك هذه المعادله هذه شنو كتعني؟ هذا العدد هذا غنشرحه لكم بطريقه مبسطه، ومن بعد ديك الساعه غنولي نخدموا نيشان. شنو كتعني؟ ان خصك تلقى لي واحد العدد غنضربو في 5 وغنزيد عليه 4 ويعطيني صفر. هذا هو المعنى ديال هذه المعادله هذا. شنو كتعني؟ ان هو عندك واحد العدد غنضربو في 5 وغنزيد عليه 4 ويعطيني صفر. دونك هذه اكس هذا كنديرو كينتمي لهذا، كينتمي لمجموعه الاعداد الحقيقيه غير منعدمه. ها هي هذا كشرط ديالها كناخذوا الغير منعدم. دونك هنايا غنحاول نشرحها لكم ان شاء الله بطريقه مبسطه باش حتى اللي ادبي وعمره ما شاف هذا ولا عنده ضعف الرياضيات غيفهمها. دونك هنايا انا كنحاول نقسم هاد المعادله لجوج، اعداد معروفه وهذا العدد غير معروف. دونك العدد الغير معروف كنحطو في طرف، الاعداد المعروفه كنحطهم في الطرف الاخر. يعني هاد زائد 4 خصني نمشي ندير حدا الصفر هنايا. دونك شنو غندير لا باش انا ما ندخلش معكم في داك لي تيتا كيفاش تديناها 4. انا كما قلت لكم غنوري لكم بطريقه مبسطه. واخا حنا راه هنايا كما كيقول الخاصيه ديال المعادلات، اذا اضفنا عدد لهذا الطرف حتى هاد واضفنا العدد نفس عدد للطرف الاخر، يعني اذا زدت هنا 6 وزدت هنا 6 راه ما كيتغيرش ليش المعادله، كتبقى هي. الا زدت عدد في الطرف الاول وزدته في الطرف نفس العدد زدته في الطرف الثاني ما كتغيرش المعادله. دونك هنايا انا بغيت نتعامل معكم بهذا الطريقه مبسطه، يعني لغض النظر. يعني هاد 4 باش نديها راه هي شنو؟ راه هنا نقصت 4 وهنايا نقصت 4. هذا راه هو هذا هو الخدمه ديالها اللي دارت، هذه التطبيق الخاصيه. ولكن انا غنحاول هذا ندوز لكم المفهوم بشكل مبسط. يعني هاد 4 غنديها انا للجهه الاخرى باش كلشي يفهمني. غنديها الربعه الاخرى. دونك الشرط باش كندي شي عدد من طرف لطرف اخر كنبدلو الاشاره ديالو. كانت عندي هنا زائد 4 غتولي عندي ناقص 4. دونك ها هي 5 فوالا غتولي عندي ناقص 4. هنا صفر ما كيتحش ناقص 4. دونك هاد العدد شنو عندي؟ واحد العدد غنضربو في 5 وغيعطينا ناقص 4. شنو هو هاد العدد هذا؟ دونك باش انا خصني نحيد خصني نلقى غير اكس. كنقلب انا غير على اكس. دونك الا بغيت اكس خصني نحيد هاد 5 هادي. اذا بغيت نحيد هاد 5 خاصني نقسم على 5. كنطبق الخاصيه الاولى اللي قلت لكم. اذا زدنا ولا نقصنا شي طرف شي عدد على الطرف حتى وزدنا على الطرف الاخر ما كتبدلش المعادله. يعني الا قسمت هنا على 5 باش ما تبدلش المعادله حتى هنا خصني نقسم على 5. دونك شنو غتعطيني؟ اكس تساوي هي ناقص 4 على 5. فوالا. وكنجي لهنايا وكندير مجموعه الحلول اس تساوي هو العدد ناقص 4 على 5. دونك هذه المعادلة من الدرجة الأولى، يعني عندي أس واحد ما عنديش مربع بمجهول واحد. هذه معادلة من الدرجة الأولى وبمجهول واحد. دونك نشوفو نكبرو نزيدو نصعبو. هذه أبسط وحدة بسيطة هذه. دونك نشوفو دابا إذا كان عندي بحال مثلا 3 إكس زائد 8 كتساوي لي هي 9 ولا هي 9 زائد ولا ناقص اكس. دونك غندير نخرج هذيك كما قلت لكم
الاعداد المجهوله كنجي نحطها على الطرف اللي على اليسار، والاعداد المعروفه غنديها لهنايا. دونك كما قلت لكم راه ماشي جيت ودرت لها كناخذ شرحت معكم بطريقه مبسطه. دونك هاد 3 اكس ها هي غتبقى بلاصتها، وهذا غنجيبو لهنايا شحال كانت عنده الاشاره ديالو هنا كانت ناقص. دونك شنو غنديه الجهه الاخرى شنو غتولي زائد اكس. هنا 9 ها خصها تمشي للجهه 8 خصها تمشي لجهه 9 الاعداد المعروفه الجهه اللي فيها الاعداد المعروفه. دونك كانت عندها الاشاره زائد غتولي عندي ناقص. فوالا كنحسب. دونك 3 اكس زائد اكس شحال هي 3 اكس زائد اكس، يعني راه اكس هنا واحد عندي هنايا غير ما كنكتبوش حيتها. دونك شحال تعطيني هي 4 اكس، و9 ناقص 8 هي واحد. دونك غنرجعو لهنايا، انا عندي الغرض باكس دونك شنو غندير باش نخليها اكس؟ الا بغيت تبقى لي اكس خصني نقسم على 4. دونك الا قسمت هاد الطرف على 4 حتى هاد الطرف خصني نقسمو على 4. دونك شنو تولي عندي هي واحد مقسومة على 4. إذا الحل شنو غيكون عندي؟ الحل مجموعة الحلول هي اس كتساوي لنا 1 على 4. فوالا دونك غناخدو دابا نحاولو ناخدو معادلة للدرجة الثانية. يلا شوف دابا هادي ساهلة. حنا شنو كنجمعو لي زيكس هنا بوحدهم، والاعداد الاخرين كنجمعو في الطرف الاخر. ولكن ما تنساوش ملي كنبدل شي عدد من طرف لطرف كنبدلو الاشاره ديالو. دونك غنجيو معادلة من الدرجة الثانية. ناخدو اكس ولا بحال مثلا 3 اكس او كاري ناقص 4 اكس كتساوي لنا مثلا، ولا هنا زائد كتساوي لنا مثلا صفر. ناخدو نبداو بهاد البسيطة كتساوي لنا صفر. دونك هذه معادلة من الدرجة الثانية حيت فيها عندي مربع بمجهول واحد، ها هو اكس هو مجهول واحد. شنو غندير هنايا باش نحلها؟ دونك الا كتلاحظوا وكتعرفوا على ان التعميل كنهضر على التعميل راه قريتوه. دونك التعميل هنا غنعمل باكس، غنعمل الا لاحظتوا هنا غنعمل باكس. ما عنديش هنا في الحاله ما عنديش شي عدد غير صفر هنايا. دونك غنعمل باكس. الا عملت باكس اجينا هنايا هي 3 اكس يعني ها هو عملت باكس حيت عندنا اكس عندي هنا اكس مربع. دونك عملت باكس 3 اكس عامل 3 اكس ناقص 4 هاي تساوي صفر. إذا نشرتها باش نشرفها، إذا نشرت اكس في 3 اكس أو كاري و اكس في 4 هي 4 اكس. دونك درت لهاد التعميل باش كنحاول نقلب على مجموعة عوامل، كنحاول نقلب على عوامل باش تخرج لنا هاد الصيغة هادي ويخرج لي الحل. دونك شنو كتعني هاد العبارة هادي؟ كتقول لك فوقاش كتحقق لنا هاد العبارة هادي؟ كتقول واحد العدد غنضربو ها هو واحد العدد غنضربو في 3 اكس ناقص 4 غيعطيني صفر. دونك عندي هنا جوج ديال الحلول، عندي جوج ديال الحلول. يا اما باش تكون هاد العباره صحيحه يا اما يكون هذا كيساوي صفر ياك، يا اما يكون هذا كيساوي صفر، ولا هذا يكون كيساوي صفر، ولا بجوجهم. دونك عندي هادو هما مجموعه الحلول ديالها. دونك نرجع لهنايا لاحظوا لنا الا كان عطاونا اكس ينتمي للاعداد الغير منعدمه، يعني هذا راه الحل ماشي حل هذا، يعني اكس راه ما كيساويش صفر، يعني اكس ما كيساويش صفر. يعني مشات هاد الحاله الاولى شنو بقات لي الحاله الثانيه، يعني هذا اللي غيكون كيساوي صفر. مفهوم؟ الا حيدت انا هذا قال اكس ينتمي الى العدد الحقيقي يعني يقدر يكون كيساوي صفر. دونك هنايا غنديرو يا اما اكس كيساوي صفر او 3 اكس ناقص 4 تساوي صفر. فوالا يا اما هذاك يمكن يساوي صفر ولا هذاك يساوي. هذه في حاله ماذا؟ هذا في حاله ان قلنا حنا عطاونا غير مجموعه اعداد الحقيقيه، ما شرطوش عندنا في الاول راه اكس ما كيساويش صفر. دونك هنايا عندنا جوج حلين ديال المعادله، اكس كتساوي صفر او هنا 3 اكس ناقص 4 كتساوي صفر. غنخدمو بحال الطريقه اللي وريتكم. 3 اكس غنديها عفوا ناقص 4 غنديها للجهه الاخرى شحال غتولي؟ هي 3 اكس تساوي 4. دونك هي شحال؟ اكس تساوي 3 عفوا 3 على 4، وهنايا اكس تساوي صفر
دونك مجموعة الحلول شنو غندير؟ اس تساوي هما الحلان شكون؟ 0 و 3 على 4. دونك هذا كحل الأعداد، هذا كحل عفوا حلين ديال هاد المعادلة اللي كانت عندي، معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد، دونك ديما كنحاول نقلب باش غنحل هاد ما يعطوني معادلة من الدرجة الثانية. باش كنحلها كنحاول ندير التعميد ديالها، كنحاول ندير واحد التعميد اللي تكون كتخرج هنا بحال مثلا تساوي 0. كنعرفوا باش كنعمل راه كاين القاعده ديال المتطابقات الهامه. هاد المتطابقات الهامه هما اللي كنتو شفتوا ورقه نسيتي عليهم. دونك شنو ندير لكم كشرح مبسط لهاد الطريقه المتطابقات الهامه؟ زائد بي او كاري كتساوي لنا هي او كاري زائد جوج بي يعني في زائد بي او كاري. عندنا ايضا ناقص بي او كاري كتساوي لنا هي او كاري ناقص جوج بي زائد بي او كاري. زائد بي عامل ناقص بي كتعطينا هي او كاري ناقص بي او كاري. دونك هادو هما الطبقات الهامه اللي غتحتاجو نتوما في حل المعادلات من الدرجه الثانيه، خاصكم تعقلوا عليهم، خاصكم تحفظوهم. دونك غنعطيو المثال ديال نعطيكم مثال ديال متطابقه هامه اللي غتحلي المعادله من الدرجه الثانيه. دونك هنايا ناخدو مثال ديال مثلا 9 اكس او كاري ناقص مثلا 8 تساوي هي مثلا هي 4 او عفوا هي مثلا نديرو 7 ناقص 7 اكس او كاري زائد 8 دونك نحلو هاد المعادلة هادي، معادلة من الدرجة الثانية، دونك كنديرو نحلوها. دونك هنايا تابعوا معايا كما قلت لكم ندير لي زيكس هنايا وندير الاعداد هنايا. دونك نحاولوا الا شفتوا هنايا نحاول نجمعهم في طرف واحد، ناخذ 9 اكس او كاري ناقص 8 هادي الا ديناها ناقص 7 اكس او كاري، الا ديتها للجهه الاخرى شحال غتولي عندي 7 اكس او كاري، وهاد زائد 8 شنو غتولي لي هي ناقص 8. شحال غيبقى لي هنايا؟ صفر، غتبقى ليا صفر. اذا الا لاحظتوا غنجمع اكس او كاري مع هاد اكس او كاري ها هي، دونك 9 زائد 7 هي 16 اكس او كاري ناقص 8 8 و8 هي ايضا 16 غتساوي لنا هي صفر. اذا الا لاحظتوا هادي ملي كنشوفها كنتفكر ان هذا راه متطابقه هامه، هي اللي كنا شفنا او كاري ناقص بي او كاري كتساوي لنا صفر. الا لاحظتوا الا بغيت نزيد انا نزيد نعملها، هات عندي هنا 16 وعندي هنا 16. دونك غندير هنايا الاول غنقسم كلشي على 16 ودا ندير التعميل الاول 16 غنعمل بها هي اكس او كاري ناقص واحد كتساوي لنا صفر. اذا هذا كما كتعرفوا مستحيل انها كتساوي ملي كتكون عندي العامل يا اما هذا كيساوي صفر ولا هذا كيساوي صفر. هذه عندي 16، اذا مشات لنا هذه الحاله غتبقى لنا هي اكس او كاري ناقص واحد تساوي صفر. دونك شنو هي اكس او كاري ناقص واحد كتساوي صفر؟ غنرجع للمعامل شوف المتطابقه هامه اللي شفنا قبيله ها هي، اذا كتشبه لها ولكن شفناها قبيله. شنو هذا التعميل ديالها؟ هو زائد بي عامل ناقص بي. دونك شنو غتولي لنا؟ هي اكس زائد واحد عامل اكس ناقص واحد تساوي صفر. دونك شنو هو
شنو هو الحل ديالها؟ الحل ديالها يعني ها هو إكس زائد واحد كتساوي صفر، أو إكس عفوا ناقص واحد تساوي صفر. دونك هنايا الحل ديالها إكس تساوي نديو واحد اللي هي غتولي عندي ناقص واحد، أو نديو ناقص واحد غتولي هي تبدل الإشارة تولي هي واحد. دونك مجموعة الحلول عندي هي ناقص واحد واحد. دونك هذا هو الحل ديالها. كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم. دونك في الاول صوبنا معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد، يعني ما كاينش او كاري، وهنايا صوبنا معادله من الدرجه الثانيه. دونك نصيحه من عندي الا بغيتو تصوبوا هذه المعادلات من الدرجه الثانيه خاصكم تحفظوا المتطابقات الهامه، تعرفوا هذه المتطابقات الهامه اللي كتبت لكم قبيله. دونك كنتمنى ان الدرس ان شاء الله يكون مفهوم، وحاولت نبسط المفهوم باقصى درجه حتى الناس اللي عمرهم ما قراو هذا يكونوا فهموه ان شاء الله، والله يسهل الامور. وموعدنا ان شاء الله في درس جديد ان شاء الله ديال النظمه. ان شاء الله نهضروا على النظمه وكذلك المتراجحات. ما تنساوش الاشتراك بالقناه وبارطاجيوه مع الناس اللي عزاز عليكم. شكرا وبالتوفيق ان شاء الله.